أنا عايز أقول لك 5 أوهام الناس بتقضّي وتضيّع سنين من عمرها بتدوّر عليها وأنت مش محتاجها عشان تكون جاهز تقدّم على منحة ولا دراسة في جامعة دولية، سواء ماجستير أو دكتوراه. أول وَهْم كبير، أنت مش محتاج publications، مش محتاج تنشر أبحاث علمية في مجلات كبيرة علشان تكون مؤهَّل كفاية للدراسة في أحسن جامعة في العالم، ولو عايز تدرس في هارفارد، أوكسفورد، كامبريدج، إمبيريال، مش محتاج عشان تقدّم على دراسة ماجستير إن أنت تكون ناشر أبحاث علمية، ومش محتاج تكون ناشر أبحاث علمية علشان تقدر تقدّم على منحة، تمامًا، دي مش من الrequirement، دي حاجة preferred، حاجة مُفضّلة، لو عندك خير وبركة، لكن لو مش عندك دي مش عيب أبدًا، أبدًا فيك، ولا هتأثّر على الapplication بتاعك بشكل أو بآخر، وهتظل فرصتك إنك تاخد الخطوة الجاية لو هي دي خطوتك كبيرة جدًا، جدًا، فما تعطّلش نفسك أبدًا وتقعد سنين من حياتك تدوّر على الpublications وتزوّدها عشان فرصتك تزيد. هو ممكن فرصتك تزيد لو عندك، ولكن لو مش موجودة مش هتأثّر عليك. تاني وَهْم هو إنك لازم تكون من أوائل الدفعة. وَهْم إن الناس فاكرة إن الGPA بتاعي هو كل حاجة متحكمة فيّا، أصل أنا جِبت جيد في الكلية والّا اتخرّجت بجيد يبقى أنا ما ليش فرصة، ده وَهْم كبير. مش هتفرق أبدًا أنت جايب الGPA بتاعك 3.1 والّا 3، مش هتفرق أنت جايب 84.5% والّا 84 والّا 82 ولا حتى 79%. في minimum requirement في معظم الجامعات في الماجستير والدكتوراه، هم بيطلبوا الminimum ده. دوّر كويس الminimum ده بما يُعادله الشهادة بتاعتك إيه، لو هي كفاية خلاص قدّم، مش هتفرق أي حاجة تانية في درجات بسيطة هي الفرق. خاصةً خلّيك فاكر، وأنا آسف لو باقول كده لو بنتكلم براحتنا، إن الجامعات الدولية الكبيرة دي هي تقريبًا مش مُعترفة أصلًا بجامعتك. يعني أنت لو عايز ت ت تمارس الطب والّا تمارس صيدلة والّا، أنت بتعمل امتحانات علشان تعادل الشهادة بتاعتك، فهُم أصلًا مش مُعترفين بجامعتك. أنا عايز أقول لك ممكن ما يكونش أصلًا مُعترفين بشهادتك الابتدائية، فما تدوّرش كتير أصل أنا ناقص نُص درجة، أصل أنا ترتيبي مش عالي، ما بيبصّوش على الحاجات دي. اعمل satisfying للminimum requirement بتاعتهم في الدرجة وقدّم، مش محتاج تكون من أوائل الدفعة عشان تاخد أي منحة أنت عايزها، ولا علشان أنت تقدر تحصل على قبول في أي ماجستير أو دكتوراه أنت عايزه في أي جامعة أنت عايزها. تالت حاجة هو وَهْم السِن. الناس الصغيرة تقول لك لأ، أصل هم بياخدوا الناس اللي عندهم خبرة كبيرة، فأنا محتاج يكون أكبر شوية علشان تكون خبرتي زادت، والناس الكبيرة تقول لك يا ريت الزمن يرجع بيّا، ده هم بياخدوا الشباب الصغيرين اللي لسه متخرّجين وهكذا. الحقيقة إن هو ولا بياخدوا ده ولا بياخدوا ده، هو بيحطّوا requirements، كل الجامعات والمنح وغيره بتحط بعض الrequirements بناءً على الخبرات والمؤهلات. لو عندك الاتنين دول بتقدّم، أيًا كان سِنّك إيه، سِنّك كبير، سِنّك صغير، مش هتفرق، قدّم. ولو ركّزت ما فيش أولًا درجة ماجستير أو دكتوراه أكاد أجزم 100% في كل العالم بتشترط أي سِن كدرجة ماجستير أو دكتوراه. الموضوع مفتوح لأيًا كان سِنّك إيه طالما مؤهل إن أنت تاخد. طب بالنسبة للمنح، خلّينا نقول في 90% من المنح، 90% من المنح الدولية مش بتحط شرط سِن، واللي حاطط شرط سِن أقول لك 99%، بس ما اقدرش أقول لك هنا نسب رسمية، معظمهم بيعملوا كمان استثناءات، حتى اللي حاطط سِن. رابع وَهْم هو الحالة الاجتماعية. الناس تقول لك لأ، أصل أنا متزوج وعندي أولاد، لأ أصل أنا لسه single فممكن هُم بيحبوا الناس متزوجين. بُص، وَهْم قصة اللي هو إعلان الشغل بتاع المحلات اللي بنشوفه في مصر ده، مطلوب فتاة حسنة المظهر للعمل، ده مش موجود. يعني ده ما ينفعش أصلًا حد يتكلم بيه ولا في منحة ولا في دراسة في أي جامعة كبيرة، لإن دوّة يعني ده تمييز عنصري كده، تمام؟ فأنت ما ينفعش، مش الحاجة دي مش موجودة. ظروفك دي حاجة خاصة بيك أنت، لو أنت شايف إن ظروفك تسمح إنك تاخد منحة أو تدرس برّه، كويس. لو أنت ظروفك يعني قدّر الله ما شاء فعل ما تسمحش بالحاجة ديّة يعني في الوقت ده، فدي أنت أدرى بظروفك، ولكن لو أيًا كانت حالتك الاجتماعية إيه، ما تحطّهاش أبدًا عائق. أنت بس عايز تحسب حسبتك إن غالبًا ما فيش أي منحة بتغطي الأسرة. يعني لو أنت متزوج وعندك أولاد، المنح عادةً بتغطيك أنت بس كشخص، لو أنت خدت منحة كاملة سواء دراستك أو إقامتك، أكلك وشربك ودنيتك، لكن مش بتغطي أسرتك لو أنت هتجيب أسرتك معاك. وخلّيني أقول لك إن في بعض المنح الstipend بتاعها أو المرتب الشهري بتاعها، أنت لو وفّرت منه شوية هتغطي أكتر ما كنت بتاخد مرتبك مثلًا في دولة زي عندنا في مصر. يعني مثلًا لو أنت وفّرت هنا 500 استرليني والّا 400 استرليني في الشهر، هتضربهم في 60 تقريبًا، يعني أنت بتوفّر في الشهر 30,000 جنيه مصري. فأنت ممكن تاخد المنحة وتطلع وتدرس وتبعت لأهلك أو لأسرتك اللي أنت مسؤول عنهم في مصر كل شهر 30,000 جنيه توفير، لو أنت يعني عشان كده استقلت من شغلك. فاحسب الحسبة بتاعتك صح واحتياجاتك صح إيه هي، وشوف ظروفك، لكن ده ما ينفعش يكون عائق أنت بتظنه في شروط منح أو دراسة في جامعة دولية. آخر وهم من الأوهام هو الاحتياج المادي. في معظم الأفكار عن المنح إن هم دي تبرعات، إن هم بيدوها للغلابة، لازم أكون باعاني ويكون عندي مشاكل مادية كبيرة. أعاننا الله جميعًا يا رب، وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا جميعًا. ولكن عايز أقول لك 90% برضه والّا 99% من المنح مش بتحط شرط الاحتياج المادي ده كأولوية.
هو طبعًا بيفضّلوا لو حد يعني عنده قصة احتياج مادي في الموضوع، بس هم بيشوفوا الاحتياج المادي ده هو مش تبرُّع، هو بيكون شخص فعلًا مميز وعامل إنجازات ما شاء الله تبارك الله ومؤهَّل جدًا، جدًا، بس مشكلته هي مشكلة مادية. ساعتها هو يعني هياخد الpriority أو هياخد المنح دي مش علشان هو عنده احتياج مادي، ما في غيره كتير عندهم احتياجات مادية، ربنا يعيننا جميعًا، ولكن لإنه شخص مميز ورغم الظروف هو أثبت نفسه وأثبت كفاءته، فهُم بيستخدموا الجزء دوّة كإثبات كفاءة ولا أكثر ولا أقل، ولكن ما فيش أي شرط في الشروط عادةً في يعني المنح الدولية الكبيرة بتقول إن أنت لازم تكون إمكانياتك المادية مُعدَمة أو حاجة زي كده. وبالمناسبة حتى لو طلبوا منك pay slips أو حاجة إن أنت تبعت مثلًا مرتبك الشهري كام، يعني أعزنا الله جميعًا شوف أحسن مرتب أنت بتاخده غالبًا لو بعته لهم هيشوفوا إن المرتب دوّة ولا حاجة، ده ما يعيّش، فما تقلقش من قصة الاحتياج المادي دي أوي، أنت طالما عندك المؤهلات توكّل على الله وقدّم على المنح وما تحطش موضوع الاحتياج المادي من عدمه كعائق أو كشرط أساسي، لأن هو بالتأكيد غالبًا في معظم الأحيان مش شرط أساسي. دول 5 حاجات حبيت أوضّحهم، ولكن خلّينا نقول لكل قاعدة شواذ، وفي طبعًا في حاجات استثنائية، في منح استثنائية، في شروط استثنائية، فدايمًا ادخل على الشروط بس ما توهمش نفسك بشروط هي مش موجودة، وما تضيّعش سنين من عمرك علشان بتحضّر حاجات مش مطلوبة منك عشان تاخد خطوتك الجاية. بالتوفيق للجميع إن شاء الله.